السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. وللحديث عن الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف البودكاستر مستر سليم ديزاد. سليم، صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدين قناة النهار. شكرا لك. بداية مستر سليم ديزاد، بالحديث عن البودكاست في الجزائر اللي انتشر كثير هذه الأيام، عنده 6 سنوات من الجزائري الآن أصبح يعمل دي بودكاست. بداية مستر سليم ديزاد، وعلاه سميت نفسك مستر سليم ديزاد؟ على مستر سليم ديزاد. يعني مستر هي سيد، سليم اسمي شخصي، وديزاد جزائر. وعلاه دخلت لهذا المجال؟ يعني هل عندك مثلا هواية في التمثيل، أو حبيت يعني البودكاست وسيلة من وسائل التعبير عن بعض المواضيع اللي راك تعيشها أنت يوميا، أو يعيشها ربما المجتمع الجزائري بصفة عامة؟ فوالا اكزاكتومون. شغل هي كاين بعض الشباب اللي ما صابوش كيفاش يوصلوا رسائل تاعهم ولا الموهبه تاعهم، دونك اليوتيوب كان بمثابه منبر للشباب باش يعبر عن الاراء تاعو ويوصل رسائل. وهذه هي. ربما ما هي المواضيع اللي تناقشها أنت مستر سليم ديزاد؟ المواضيع هل هي اجتماعية؟ هل سبق لك وأن تحدثت وعالجت موضوع سياسي هنا في الجزائر؟ أنا شخصيا كافة المواضيع اللي نعالجها تكون اجتماعية. مواضيع سياسية مازال ما تطرقتلهاش. علاه ما تطرقش المواضيع السياسية؟ يعني شغل مازال هذه الأمور بعيدة عليا. أنا نعالج بالأخص مواضيع اللي تكون تهم الشعب وحاجات اللي نعيشوها في المجتمع تاعنا، بما أن شباب عايشين في المجتمع. ثم أمور اللي نشوفوهم في المجتمع تاعنا هما اللي يعبروا عليهم، سواء حاجة صارت لنا ولا صارت لواحد آخر، نعبروا عليها بطريقة هزلية وباسم الشعب. مستر سليم ديزاد، بالحديث عن البودكاستر في الجزائر، العديد من البودكاستر يعني المعروفين عندهم الملايين من المتابعين. هناك من يقول أنه البودكاستر أصبح يعني همه الوحيد هو الربح من خلال يعني الابوني، ومن خلال عدد المشاهدات اليومية للفيديو والبودكاست اللي ينشروا على مواقع اليوتيوب. صحيح هاد الهضره راهي شائعه بزاف ودايره بزاف، مي راهو فاهمينها بطريقه خاطئه. هذيك لو كنقولوا زعما باغ اكزومبل في اوروبا ولا في امريكا ولا صح، هاد الامور يستفادوا بدراهم من اليوتيوب ويربحوا ارباح كبيره وكاع. مي هنا عندنا هاد الامور قليله. وداير انا شخصيا مازال جامي استفدت من اموال من اليوتيوب، بس الشركات العالميه ولا ما تاع الجزائر ما تستثمرش في اليوتيوب الجزائري. يعني كاين ربح قليل في الجزائر. لكن يعني عندما تشاهد اي بودكاست ل يوتيوبر هنا في الجزائر، دائما في نهايه يعني الفيديو يطلب منك انك تابوني عنده في قناته على اليوتيوب وتتابعه يعني يوميا. لكن هذا الطريقه وهذا الامر يعني مفاده انه يتحصل على اموال من خلال يعني المشاهده اليوميه، من خلال انك تتابعه. لا والله غير يا خويا، ماشي كي يقولوا ابوني وتابعونا وكاع، ماشي بالدرجه الاولى باش نحصلوا على اموال. يعني كي تخدم حاجه وانت تحب تشوف النتيجه تاعها واراء الشعب، يعني تما تقول لهم ابوني، وباش كي تزيد دير اعمال واحده اخرى يزيدوا يشوفوها الشعب. والاهم هو راي الشعب، باسكو هو اللي طلعك هو اللي هبط. ربما ما تخافوش ردة فعل المشاهد والمتابع لكم، ربما ردة فعل تكون سلبية، حتى وإذا كان الجزائري الآن يعني يثني كثيرا على اليوتيوبر في الجزائر، لكن ما تخافوش من ردة فعل سلبية؟ يا أكيد، يعني مهما كان العمل تاعك قوي كما يقول لك،
تكون ردة فعل سلبيه، وحنا او كونترير نحوسوا على لي كريتيك وردة الفعل السلبيه هذه، باسكو بهم اللي تقم الاخطاء تاعك وتزيد تطلع في المستوى. كسؤال اخير مستر سليم ديزاد، تبعنا ليوتيوبر لبودكاستر رجال، لكن هذه السنه الاخيره دخلوا فتيات في هذا العالم، عالم بودكاست، ولينا نشوفوا دي يوتيوبرز. واش رايك؟ يعني سي فري في الأعوام اللي فاتوا كانت هذا الأمر شغل بمثابة عقدة في المجتمع تاعنا، وقت تعرف العادات تاعنا وكاع. مي هاد الأعوام الحمد لله هم بداو يدخلوا بنات دي يوتيوبر، وكاين عندهم مواهب، عندهم طاقات كما يقولوا، وحاجة مليحة، حاجة مليحة. يعطيك الصحة مستر سليم ديزاد على هذه المكالمة الهاتفية والتفاصيل. شكرا.